تلك الكرة السعودية بين الهلال السعودي والاتحاد السعودي. نادي الهلال السعودي ينتصر على نادي الاتحاد السعودي بنتيجة 3-1 ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمير سلمان للأندية العربية. المباراة كانت ممتعة بكل شيء، كأنها تحضر في أفضل الدوريات العالمية الكبرى، من كل شيء، من إثارة من الملعب وخشونة بين اللاعبين، وأيضا الأجواء الحماسية بين الجماهير. مباراة كانت ممتعة بكل معنى الكلمة، أضمنكم ممتعة في الموسم القادم في الدوري السعودي الممتاز، حيكون الدوري السعودي الممتاز من أقوى الدوريات في العالم في المواسم القادمة، وحيكون من أفضل الدوريات في العالم وفي التوب 10 في التصنيف العالمي. نادي الهلال السعودي اليوم كان أفضل من نادي الاتحاد السعودي، وكان هناك أخطاء بالجملة من نادي الاتحاد السعودي في دفاعات نادي الاتحاد، وتفوق نادي الهلال بنتيجة 3-1. وأول هدف الهلال كان عن طريق اللاعب سافيتش، صفقة الهلال السعودي الجديدة، وأيضا الثاني أهدافه كان عن طريق سالم الدوري. الاتحاد كان هدفه الوحيد عن طريق اللاعب البرازيلي رومارينيو، واكيد كريم بنزيما ضيع ركلة جزاء لنادي الاتحاد السعودي، وكان كريم بنزيما لم يكن بيومه في مباراة اليوم. الهدف الثالث لنادي الهلال السعودي اللاعب الجديد مالكوم الذي قدم من زينت الروسي. اليوم مباراة كانت ممتعة جدا بين الطرفين، وكان الهلال أفضل من نادي الاتحاد، وكانت مباراة حماسية وممتعة جدا.